أهلا بكم تاني في مطبخ ميمو. النهاردة معانا منو وهو لحمة بالخضار. أنا عارف إن إحنا كلنا بنعرف نعمل اللحمة بالخضار، بس إحنا بنعملها المرة دي بطريقة مشهورة جدا هنا في أوروبا، وخاصة في أوروبا الشرقية. بس قبل ما نبدأ في المنيو، دعمكم واشتراككم في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا. طيب إحنا معانا هنا كيلو لحمة بتلو، بننزل بيه في طبق غويط كده، ومعانا شوية خضار، بصل على جزر على بطاطس. ويا ريت لو البطاطس صغيره كده ما نقطعهاش، نسيبها، لان كلما كان الخضار كبير كده بيبقى شكله حلو في الاكل. ها، وجزر وبطاطس وسيلري، في سيلري اللي هو العيدان، وفي هنا عندنا برضه سيلري في اوروبا بيشبه القلقاس عندنا في مصر. بنقوم حاطينه كده برضه على اللحمه معانا. وخلوا بالكم بقى من التوابل اللي انا هقول لكم عليها ديت، لو عملتوها صح واتبعتوها صح هتطلع الاكله يعني في مكان تاني خالص. تمام. بننزل بشويه جوز الطيب. جوز الطيب مهم قوي في التتبيلات يا جماعه، سواء فراخ او لحوم. اهو شويه جنزبيل، انا عندي اللي هو الجنزبيل الناعم، يا ريت نجربه في التتبيله وتكتبوا لي في التعليقات، خطير. برضو شويه روزماري. وبننزل بشويه فلفل اسمر، خشن او ناعم اللي موجود عندنا، مفيش اي مشكله. اهو، والملح. وبنقوم نازلين بشويه حبهان، انا بحب اكتر الحبهان شويه. ودول فصين توم زي ما انتم شايفينهم كده، بقوم جاي متك عليهم بايدي كده اهو، وحطه مع اللحمه والخضار. ودي الطماطمايه انا مقطعها صغير كده زي ما انتم شايفين. وبندعك اللحمه والخضار والتوابل كله مع بعضه. طيب حبايبي، بعد ما تبلنا اللحمه بالخضار والتوابل، ده برطمان نضيف مغسول كويس. هنعمل ايه؟ هنحط اللحمه والخضار فيه. طيب، احنا ملينا البرطمان كله باللحمه والخضار اللي احنا تبلناهم زي ما انتم شايفين كده. بقوم جاي بقى في الاخر شويه ورق لوري على الوش كده وفي الجوانب اهو. وده يا جماعه يعني اختياري، يعني عايزين تحطوه حطوه، مش عايزين براحتكم. عود قرفه اهو بنزله كده في وسطيهم، وشويه بقدونس فريش كده اهو. وبقوم جاي مكان التتبيله بتاعت اللحمه شويه ميه صغيرين كده، ونازل في البرطمان. ما بحطش ميه يا جماعه، انا يا دوبك حطيت شويه ميه عشان انزل التتبيله اللي بقت من اللحمه. عشان كده كده الخضار واللحمه هينزل ميه، وهتبقى كمان احلى من الميه بتاعت الحنفيه. فاحنا يا دوبك بننزل شويه ميه خفاف جدا مع التتبيله اللي فضلت في الطبق. حاجه مهمه بقى، بقوم جايب ورقه زبده، ودي ضروري جدا قبل ما اقفل البرطمان. واقوم جاي قافل البرطمان. ليه انا حطيت ورقه الزبده؟ عشان تبقى فاصل بين البرطمان، غطا البرطمان اللي هو الصاج، واللحمه والخضار زي ما انتم شايفين كده. وبحطه في الفرن لمده ساعه بالكتير قوي على درجه حراره من 190 ل 200، وبعد كده هنشوف. ودي اللحمه بعد ما قعدت معانا بالظبط في الفرن ساعه. نفتح كده ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الميه اللي نزلت منها قد ايه اهو، ولسه هنضطر نجيب بالمعلقه احسن. دي الميه اللي نازله كلها من الخضار ومن اللحمه، عشان كده قلت لكم في اول الفيديو ما نحطش ميه خالص. الميه اللي هتنزل من الخضار ومن اللحمه احلى واطعم من الميه اللي هتنزل اللي هنحطها من الحنفيه. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. الطريقه ديت يا جماعه جميله جدا. انا كنت بستغرب الناس هنا في اوروبا لما الاقيهم بيعملوها كده في البرطمان، اللحمه بالخضار، بس انا عن نفسي لما جربتها لقيتها بصراحه خطيره. بسم الله الرحمن الرحيم. اللحمه روعه، والريحه حكايه بصراحه. البطاطس مم. خطيره، يا ريت تجربوها، رهيبه بصراحه. ولو الفيديو عجبكم بتمنى تعليقاتكم واشتراككم في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.